في تاريخ 4 نوفمبر 2001 هيكون افريقيا على موعد مع صراع هيبدا ما بين فريقين هيرسموا ملامح المنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا لسنين طويله جدا. افتكر التاريخ ده وتعالى نركب آلة الزمن ونطلع كام سنه قدام وتحديدا للمستقبل بعد كام ساعه من دلوقتي في الساعه 10 مساء على استاد حمادي العقربي او استاد رادس الدولي، لما النادي الاهلي المصري هيتواجه مع فريق الترجي الرياضي التونسي مره ثانيه في ذهاب بطوله دوري ابطال افريقيا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. الفارق ما بين التاريخين 23 سنه بالتمام والكمال، اسفرت عن 20 مواجهه ما بين الفريقين، مواجهات استمرت على مدار 23 سنه اترسمت فيها لمحات كتيره جدا افريقيا مش هتنساها، سواء من على الجانب المصري او الجانب التونسي او الجانب الافريقي كله اللي كان بيتابع مواجهات الفريقين. ايه هي ابرز 5 لقطات جمعت ما بين الناديين وتاريخ مواجهاتهم؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، لكن قبل اي حاجه ندعي لاخواتنا اللهم ردهم الى ديارهم سالمين، اللهم ارحم موتانا جميعا وارحم ابي، ويلا بينا على تاريخ اللقطات المثيره دي. المفروض ان شاء الله مباراه يوم السبت اللي جاي هتكون المباراه رقم 21 في تاريخ الفريقين. الفريقين لعبوا مع بعض 20 مباراه قبل كده، النادي الاهلي كسب 10 مباريات، نادي الترجي كسب 4 مباريات، والتعادل جمع ما بينهم في 6 مباريات بالتمام والكمال. ما بنتكلمش عن منافسه عاديه، منافسه على لقب جديد يضاف لخزائن احد الفريقين، وانا باعتباري مصري اكيد بتمنى النادي الاهلي. انت وانت بتتفرج على الحلقه قول لي بتتفرج على الحلقه منين، من مصر ولا من تونس، ومن انهي بلده او محافظه تحديدا؟ مباراه يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مش بس هيتابعها جمهور النادي الاهلي ولا جمهور الترجي الرياضي التونسي، لا في فريق ثالث هيتابع المباراه وهو اكيد محتار يشجع نادي الترجي اللي لو لا قدر الله بالنسبه لي كمشجع اهلاوي مصري خد البطوله هيبقى عنده 5 القاب ويتساوى وقتها مع نادي الزمالك، ولا يشجع وقتها نادي الترجي والنادي الاهلي يكسب اللقب باذن الله تعالى، ووقتها هيزيد فجوه الالقاب ما بينه وما بين نادي الزمالك منافسه وصاحب المركز الثاني على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. يا ترى انت لو زملكاوي بتتفرج على الحلقه هتشجع مين بالظبط؟ مباراة يوم السبت اللي جاية هي حرفيا أضخم مباراة في تاريخ الكاف ما بين فريقين هيكون ليهم عدد ألقاب على أرض الملعب وهما بيتنافسوا ضد بعض. النادي الأهلي عنده 11 لقب ونادي الترجي الرياضي التونسي عنده 4 ألقاب، يعني 16 أو 15 لقب تحديدا هيكونوا موجودين على أرض الملعب يوم السبت اللي جاي. تعالوا نبدأ مع أول لقطات مثيرة للجدل ما بين تاريخ مواجهات الفريقين، ولأن الفريقين كبار فاللقطات المثيرة للجدل والتاريخية واللي مش هتتنسي بدأت من أول أو يمكن تاني مباراة. الكلام عن نوفمبر 2001، التاريخ اللي انا ذكرته لك في بدايه الحلقه، وتحديدا في عوده نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. الفريقين لعبوا مباراه الذهاب هنا في القاهره والنادي الاهلي وقتها كسب بنتيجه 2-1. مباراه العوده كان المفروض ان فريق الترجي عن طريق المهاجم البرازيلي اللي كان بيملكه وقتها وكان مهاجم رائع جدا ومرعب لكل افريقيا وهو بيريرا ايدلتون، قدر ان هو يتقدم في النتيجه لفريق الترجي في الشوط الاول، ولغايه الدقيقه 77 من عمر المباراه والنتيجه بتشير لتفوق نادي الترجي في النتيجه لان عنده افضليه الهدف خارج الديار اللي كان مسجلها في القاهره، وكان الترجي في طريقه ليه ان هو يكسب المباراه تنشق الارض عن نجم النادي الاهلي وقتها اللي كان راجع من اصابه طويله جدا واللي اصابته حرمت النادي الاهلي من متعته واعتزل مبكرا، وهو سيد عبد الحفيظ اللي تقريبا من بعد منتصف الملعب من شويه لاحظ ان حارس الترجي متقدم عشان يرسل صاروخ وقذيفه من بعد منتصف الملعب تسكن شباك فريق الترجي والمباراه تنتهي بنتيجه 1-1 عشان النادي الاهلي وقتها يصعد بنتيجه المواجهتين الى دور النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا ويواجه فريق صن داونز ويتوج باللقب. هدف من الاخر يعني مفيش اي حد من جمهور الفريقين يقدر ينساه. خلونا ماشيين بترتيب الاحداث شويه ونروح بعد كده للقطه الرابعه واللقطه الثالثه والاثنين من مباراه واحده كانت مشتعله ومحدش يقدر ينساها لغايه دلوقتي بتاريخ 17 اكتوبر 2010 وبرضه دور نصف النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. مباراه الذهاب اتلعبت هنا في القاهره وانتهت بنتيجه 2-1 عشان مباراه العوده في رادس شهدت احداث كتيره جدا. المفروض كانت النتيجه 0-0 لغايه ما جت ضربه ركنيه فريق الترجي الرياضي التونسي، كوره ملعوبه عاديه تماما، كوره ما كانش في حد وهو بيتفرج على اللقطه دي شايف انها ممكن تكون قريبه من مهاجم فريق الترجي الرياضي التونسي وقتها الكاميروني ميكيل انرامو، عشان فجاه وبدون اي مقدمات وقدام عين الجمهور كلها انرامو يفرد ايده بشكل واضح للكل ويحط الكوره بايده جون في النادي الاهلي. وطبعا كل اللي كان على ارض الملعب من لعيبه النادي الاهلي ما كانش عنده شك ان الهدف هيتلغي، لكن فوجئوا وقتها ان الغاني جوزيف لامبيتي الاسم اللي هيفضل محفور في
في ذاكره جمهور النادي الاهلي لفتره طويله جدا يصفر ان الكوره جون. ازاي؟ ده في الاعادات وكانت واضحه للجميع جدا ان الكوره ايد واضحه وصريحه، لكن مايكل انرامو بعد سنين طويله ما زال بيتكلم عن نفس اللقطه وبيقول انا لو اتيحت ليا فرصه ان انا اكرر اللقطه دي مره ثانيه مش هتردد، وقت ما بكون بلعب لفريق لا اتردد عن اي فعل اي شيء عشان امنح الفوز لفريقي. هل المباراه خلص الجدل فيها على كده؟ للاسف لا. في الوقت اللي كان النادي الاهلي بيحاول يرجع فيه بالنتيجه مره ثانيه تحصل مشاده ما بين لعيبه الفريق، وفجاه الحكم الغاني يطلع الكارت الاحمر لنجم الفريق وقتها كابتن محمد بركات، وبعد كده الاعاده التلفزيونيه اظهرت ان بركات حصل مشاده ما بينه وما بين احد لعيبه نادي الترجي وزقه في وشه، والحكم شاف دي وما شافش اللي قبلها بتاعت لمسه الايد وطلع له الطرد المباشر عشان حظوظ النادي الاهلي تنتهي في العوده بالمباراه تماما ويخرج من دور نصف النهائي ونادي الترجي يصعد لنهائي البطوله. لو جينا بقى رحنا للقطه صاحبه المركز الثاني، مش همشي فيها بترتيب الاحداث لان اللقطه صاحبه المركز الاول دي اللي لازم نختم بيها الحلقه واللي تفضل محفوره في ذهن كل واحد بيتفرج على الحلقه بتاعت النهارده قبل مباراتين النهائي ان شاء الله. ننط لسنه 2018 ونهائي دوري ابطال افريقيا اللي مصيرهم دايما بيجتمعوا في مباريات مهمه جدا، المباراه اللي كانت موجوده هنا في القاهره واللي انتهت بنتيجه 3-0. اللقطه اللي كان فيها جدل كبير جدا عن ان وليد ازارو وقع داخل منطقه الجزاء، وكان وقتها الحكم المفروض مع وجود تقنيه الفار راجع اللقطه مره ثانيه، وقتها تم اثبات ان وليد ازارو تعرض للشد من التيشيرت بتاعه وتحصل على ضربه جزاء والنادي الاهلي يسجل منها هدف وتنتهي مباراه الذهاب بنتيجه 3-0. لكن الجدل كله كان في لقطه اذيعت بعد المباراه بان وليد ازارو نده عليه المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي وقتها باتريس كارتيرون وطلب منه ان هو يقطع التيشيرت بتاعه قدام الحكم عشان يسبك عليه ضربه الجزاء بشكل اكبر، وده ساهم في اقناع الحكم بعد حتى ما اتفرج على تقنيه الفار. اللقطه اللي اتسربت بعد المباراه وعملت جدل كبير جدا، وهشام عبد الودود المخرج الزملكاوي وقتها اللي كان بيخرج المباراه قال انا ما اعرفش اللقطه دي اتسربت منين، لكن هي غالبا كده اتسربت من غرفه الفار بعد المباراه وانا ماليش دعوه بيها. لكن النادي الاهلي بيتغلب بنتيجه 3-1 في مباراه العوده وتنتهي البطوله بفوز نادي الترجي الرياضي التونسي باللقب للمره الرابعه في تاريخه. قالوا بقى نروح للقطه صاحبه المركز الاول واللي عمرها ما تتنسي ابدا، ونرجع مره ثانيه لسنه 2012 وتحديدا بعد المواجهه اللي كان فيها جدل كتير جدا بعد لمسه ايد انرامو وطرد محمد بركات، وكانت الاجواء مشتعله ما بين جماهير الفريقين وقت ما بيحصل ما بينهم اي مناوشات او اي كلام. عشان تيجي سنه 2012 وبرده في دور نهائي دوري ابطال افريقيا فريق الترجي بيبادر باظهار بادره اكتر من رائعه لجمهور النادي الاهلي على ارض الاستاد في القاهره. وقتها نبيل معلول المدير الفني لنادي الترجي مع كابتن نادي الترجي بيتوجهوا بباقه ظهور لمدرجات النادي الاهلي مكتوب عليها جمهور ومشجعين ولاعيبه نادي الترجي لن تنسى شهداء النادي الاهلي 72. المباراه دي كانت على بعد شهور قليله من احداث استاد بورسعيد، وكان وقتها لعيبه النادي الاهلي وكل الجمهور متاثرين بالحادثه، والجانب التونسي ما قدرش يبدا المباراه غيره وهو بيعزي جمهور النادي الاهلي. اولا لقطه عمرها ما تتنسي ورجعت العلاقات القويه مره ثانيه ما بين جماهير الفريقين عشان تكمل البطوله بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه العوده في تونس ويكسب البطوله ويهدي اللقب رسميا لشهداء النادي الاهلي. كانت دي ابرز 5 لقطات رسمت ملامح صراع النادي الاهلي ونادي الترجي. قول لي مين من اللقطات دي عاصرتها وانت بتتفرج على ماتشات الفريقين؟ مستني اسمع رايك في التعليقات وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا معانا كل الحلقات الجديده، وشكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.